السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. لو اول مرة تشوفوا قناتي دعموني بلايك وشير وسبسكرايب ليوصلكم مني كل جديد وفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل سمك بلطي. سمك بلطي ده بصراحة جاي متنضف بالطريقة دي، بس مش عشان جاي متنضف هنعمله على طول، لا. انا حطيت نص كوباية خل اهو، وحطيت مية وحطيناه في المية اهو. هنغسله تحت الحنفية تاني، هنغسله كويس تحت الحنفية وبعد كده نرجع لكم تاني. بعد ما غسلناه كويس بالخل حطيناه تحت الحنفية، شايفين المية بتاعته بيضة ازاي اهي. مستحيل ان حد هيغسلك السمك زي ما انت تغسليه في بيتك. اي نعم هو منضفه وغسله، بس لازم ان انت تغسليه تاني بمية وخل تاني. هنشيله بقى من المية ونعصره كده عشان نحيقه. بعد ما نضفناه كويس اهو وحشناه من المية وعصرناه كويس من المية، دي التوابل بتاعته بقى اهي. ده توم، وده ملح ابيض، ودي بابريكا، وده كمون، على فلفل اسمر، على كزبرة، على شوية جوز الطيب او حتة بهارات من بتاعة اللحمة، على قرفة. بصراحة بتخلي طعم السمك جميل، ومعلقة كزبرة، معلقة مليانة كزبرة ناشفة مطحونة، كل ده مطحون. هتفرميه في الكب. اللي عايز شطة ممكن يفرم معاه شطة، هو بيفرم الحاجات دي يفرم قرن شطة فيها اللي بيحب الشطة. هنمسك السمكية كده ونروح عاملين فيها كده ايه، عاملينها بالسكينة كده من الناحية التانية عشان الحياء يخش فيها كلها. هنمسك السمكية كده من قلبها الأول، تمشي فيها الحياء كده. احنا الدقة دي عصرين عليها ليمون، يعني ممكن تعصري ليمونتين، او الليمون كبير، لو الليمون كبير تعصري ليمونية كفاية، وتبشري شوية بشر ليمون من القشرة الخضراء او الصفرة. ما تغمقيش البشر بتاع الليمون للقشر الابيض عشان القشر الابيض ممرر. وتعمليها كده السمكية عشان تتحيق ايه من جميع الاتجاهات. دي طاسة تيفال، هنسخن الطاسة كويس قبل ما نحط فيها السمك لان مش بيلزق فيها حاجة. ونروح حاطين السمكية، بس نوطي النار، ما نعليش النار عشان السمكية تستوي، لان لو عليت النار السمكية هتتحرق. ما نغطيش السمكة وهي بتستوي، هنسيبها كده ونوطي عليها النار ونشوف خدت قد ايه على الجنب الاولاني. سيبنا السمكية اهي اديلها تلت ساعة اهي في الطاسة، هنروح عازبينها بقى. من غير ردة ولا اي حاجة. بعد ما قلبناها على الجنب التاني بنحط الدقة دي. الدقة دي عبارة عن ايه؟ دي الدقة من بتاعة السمك، تروح مزوداها شوية مية وتحط عليها ليمون بتاع نص ليمونية ومعلقة زيت من الزيت بتاع القلية اللي انت قليها بيه. وبعد ما السمكية تخلص شوية خالص تروح ضايفة عليها الدقة دي. بصراحة الدقة دي تخلي طعمها خطير. تعمليها كده عشان تشرب من تحت.
بتروح قلبها على الجنب التاني. تسيبها خالص لحد ما تشرب التتبيله دي. احنا قلنا الطاسه دي تيفال ما بتلزقش اي حاجه، يعني شوينا فيها السمك من غير اي رده ولا دقيق ولا اي حاجه. السمك المقلي بس هو اللي حطينا له دقيق بس. طفينا عليها. اللي يعمل الدقه دي يا جماعه نحطها على السمك يبقى يقول لي ايه رايه فيها. بصراحه خطيره، وخصوصا لما يكون عليها شطه. ونتقابل في فيديو جديد واكله جديده من اكلات فاطمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.